هما اتنين اللي انا حابب اتكلم عليهم من ابناء النادي الاهلي. حابب اتكلم على كابتن حسام عاشور، حابب اتكلم على كابتن حسن مصطفى، ولكن الفيديو ده هخصصه لكابتن حسام عاشور. كابتن حسام عاشور، حضرتك الاهلي ابدى رغبته انه يعمل لك مباراة اعتزال تكريم على مجهودك طوال السنين اللي انت كنت موجود فيها في النادي الاهلي، على بطولاتك اللي كلها مشرفة، على نسبة حضورك مع النادي الاهلي اللي كلها مشرفة، على اجتهادك مع المديرين الفنيين اللي كانوا متواجدين ايامك، كنت لا تخلي اي جهد منك في الملعب. كابتن حسام عاشور، بلوم عليك في جزئية واحدة بس، انما هي القصة كلها اتعقربت كده في لحظة. خلاص كانت مباراة التكريم هتتعمل، ولكن الموضوع اتعقرب في لحظة. ايه اللي لعب في دماغك كابتن حسام عاشور انك انت تعرف نسبتك كام من مباراة التكريم اللي هيعملها لك كابتن محمود الخطيب؟ حضرتك كنت بتمضي وانت لاعب على بياض للنادي الاهلي. هل النادي الاهلي ما كانش بيقدرك؟ كنت بتمضي سنة واثنين ومرة ومرتين وثلاثة وخمسة، تمام؟ الاهلي كان بيقدرك في كل مرة. اشمعنى في مباراة التكريم حبيت تعرف النسبة اللي هتاخدها كام في المية؟ ليه؟ هل النادي الاهلي مش هيقدرك؟ هل كابتن محمود مش هيقدرك؟ دي جزئية. الجزئية الثانية، اتكلمت في السوشيال ميديا وقلت انا اتصلت بكابتن محمود الخطيب، وكابتن محمود الخطيب ما ردش عليا. ما هو مش هيرد عليك، لاني مش متعودين من ابناء النادي الاهلي بيطلبوا قبل ما يمضوا. المتعودين عليه من كابتن حسام عاشور بالذات اللي هو كابتن النادي الاهلي كان بيمضي على بياض. ايه اللي لعب في دماغه انه يعرف هيقبض كام من مباراة تكريمه؟ دي جديدة كانت على كابتن محمود الخطيب تحديدا، اللي هو ابن من ابناء النادي الاهلي، قبل منك وقبل اللي قبلك وقبل اللي قبلك. انت اللي عملته في الجزئية دي خطأ 100%. ولكن لو في جزئية انك انت كنت حابب تكمل والنادي الاهلي قال لك لا دورك انتهى في النادي الاهلي وحابب تلعب في نادي تاني، كنت برضك ممكن تطلع بطريقة شيك مع النادي الاهلي، زيك زي سعد سمير، زيك زي اي لاعب خرج على يد النادي الاهلي لاي نادي تاني. ولكن انت عفرت الدنيا وما فهمتش ليه كابتن محمود الخطيب ما ردش عليك. انت حضرتك كابتن حسام عاشور لو فهمت كابتن محمود الخطيب ليه ما ردش عليك، ما كنتش هتلعب كوره تاني خالص. بعد ما تسيب النادي الاهلي ما كنتش هتلعب كوره تاني، حتى لو ما تعملكش مباراه اعتزال. ولكن انت فهمت كابتن محمود الخطيب ماهوش معبرك لما هو ما ردش عليك، ولكن بالعكس كابتن محمود الخطيب ما ردش عليك عشان يعلمك درس يقعد في ذهنك لطول العمر، مش للنهارده، لطول العمر. انك انت مش متعودين عليك وانت كابتن النادي الاهلي انك انت بتمضي بشروط في النادي الاهلي. انت وانت لاعب كنت بتمضي على بياض، والاهلي كان بيقدرك، الاهلي كان مخليك الولد المدلل للنادي الاهلي. حاجه لعبت في ذهنك، فالنادي الاهلي كاداره مسامحين في اللي انت عملته. الجماهير على نسبه حبهم ليك هيكون عتابهم معك. أنا شايف إنك أنت تبادر لإصلاح ما أفسدته مع إدارة النادي الأهلي، مع جماهير النادي الأهلي، مع ملعب النادي الأهلي. لازم تسارع وتدخل على النادي الأهلي وهتشوف الإدارة هناك هتلاقيها مرحبة بيك وكلهم مرحبين بيك. أما الجماهير زي ما قلت لك نسبة حبهم ليك هتكون عتابهم معك، فأنت تتقبل عتاب الجماهير اللي هي عملت حسام عاشور، فكده تبقى نجحت. حسام عاشور او كابتن حسام عاشور خليك مع النادي الاهلي، مع جماهير النادي الاهلي، هم اللي عملوك بعد ربنا، هم اصحاب الفضل عليك بعد ربنا. كابتن حسام عاشور بالتوفيق ليك، وان شاء الله الاهلي فاتح ذراعيه ليك.